السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا، كل عام وحضراتكم بألف خير. يا رب تبقى سنة سعيدة عليكم، سنة تقدروا تحققوا فيها الأماني والأحلام اللي ما قدرتوش تحققوها السنة اللي فاتت. كل سنة وكل إخواتنا الأقباط طيبين وبخير. النهاردة حبايب قلبي جاية لكم بمسابقة جديدة في المطبخ مع سنة، بس المسابقة المرة دي غير. يعني المسابقة المرة دي هتكون سهلة جدا، أسهل من كل المسابقات اللي عدت. والأهم إن في 3 هدايا هنقدمهم لصاحبات الحظ السعيد، والحقيقة إنهم 3 هدايا بمناسبتين. المناسبة الأولانية إني هحتفل اليومين دول بعيد ميلادي، والمناسبة التانية عيد رأس السنة. قلت لكم قبل كده إني من الناس اللي بيحبوا جدا إنهم يحتفلوا بعيد ميلادهم، ويشوفوا دايما إن السنة الجديدة هي فرصة جديدة علشان نحقق فيها أمانينا وأحلامنا اللي محققناهاش السنة اللي فاتت. كمان طول ما احنا عايشين لازم نحتفل بالهبة، بالمنحة اللي لسه ربنا مديهالنا. دلوقتي بقى حبايب قلبي هنبدأ مع بعض المسابقة. قبل ما أقول لكم السؤال هنبتدي نشوف مع بعض الهدايا. أول هدية هي ماكينة البيتيفور دي. ماكينة البيتيفور دي اللي مفيش تقريبا بيت بيستغنى عنها. أنا عن نفسي بحب البيتيفور جدا وبعمله طول السنة، مش بس في عيد الفطر. دي هتكون أول هدية معانا في المسابقة. أما تاني هدية معانا فهي الساعة القمر دي. الساعة دي هاند ميد، بجد ساعة حلوة قوي زي ما انتوا شايفين معايا كده. دي تاني هدية لينا أو تاني جايزة في المسابقة. أما تالت هدية هتكون الأظافر القمر دي. الأظافر دي دبل فيس، وكل باكت فيهم فيه 20 زي ما انتوا شايفين معايا. بجد ألوانهم تحفة، فيهم المط وفيهم الشمري، يعني ينفعوا ان احنا نستخدمهم كده استخدامنا العادي، وكمان ينفعوا لو عندنا مناسبة كده لطيفة ممكن نستخدمهم زي ما انتوا شايفين. دي تالت هدية معانا، مجموعة الأظافر دي كل باكت فيه 20. دلوقتي بقى حبايب قلبي، وبعد ما شفنا الجوائز بتاعتنا وكانوا 3 جوائز زي ما قلت لكم، ماكينة البيتيفور هي الجائزة الأولى، والجائزة التانية هتكون الساعة الهاند ميد، والجائزة التالتة هتكون مجموعة الأظافر الدبل فيس. دلوقتي بقى حبايب قلبي هقول لكم على السؤال. السؤال سهل جدا، السؤال عن طبق الكشري. أكيد كلنا بنحب الكشري، والكشري من الأكلات الشعبية المشهورة عندنا. أنا عايزاكم تقولوا لي 3 مكونات طبق الكشري ما ينفعش من غيرهم. 3 مكونات طبق الكشري ما ينفعش من غيرهم. إن شاء الله على خير هنعلن اسم الفائزات إن شاء الله في بداية السنة الجديدة. حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا ريت لو عجبكم ما تبخلوش بقى عليا بلايكاتكم الجميلة، ويا ريت شير كتير للفيديو عشان الكل يستفيد وعدد كبير يدخل معانا المسابقة. وطبعا تشرفوني وتنوروني باشتراككم في القناة. بجد بحبكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. استنوني دايما في المطبخ مع سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.